كانت صديقة مي عز الدين وصندوق أسرارها. بدأت كممثلة وسنها 18 سنة وعملت كام مسلسل يتعدوا على الصوابع، ومن بعدها اختفت تماما ورجعت كفنانة بس من نوع خاص، الشيف عظيمة حمدي. بعد أكتر من 20 سنة بقت شيف، وبلمساتها الفنية في الأكل وروحها حبوها الناس كشيف. مين هي الشيف عظيمة حمدي وليه سابت الفن وبقت شيف؟ ازاي الجمهور بيحبها كده في الحالتين كفنانة وكشيف؟ طبعا محدش ينسى سهى صاحبة منال في مسلسل الحقيقة والسراب، ولا علاقتهم ببعض وكانوا قريبين من بعض جدا، ودورها اللي قدمته بكل رقة وكانت ونعم الصحبة لحد ما وقعت منال في أزمة اتخلت عنها، والجمهور حبها بسبب طلتها الحلوة، وزي ما تقولوا كده الكاميرا بتحبها. واللي يشوفها في المسلسل مستحيل يتخيل البسكوتة دي تعرف تسلق بيضة أو تعمل كوباية شاي، مش تبقى شيف ومحترفة كده. بس الحقيقة ان ده يعلمنا اننا ما ناخدش بالمظاهر. عظيمة حمدي من صغرها محترفة في الطبخ من هي في اولى اعدادي، واتعلمت من ابوها الطبخ، ملهاش في السربعة والكروتة، وبالراحة وبكل هدوء بتعمل وصفاتها، وعلمت بنات كتير الطبخ بسبب طريقتها السهلة والشيك في نفس الوقت. عظيمة أصغر إخواتها وليها أخت أكبر منها ب10 سنين، فكانت في مقام أمها، وكان لازم تتعلم من صغرها الطبخ علشان لما أختها تتجوز تكون هي المسؤولة عن البيت، خاصة إن والدتها دايما كانت بتسافر وتسيبهم لوحدهم، وكانت روحها في أبوها وبتحب تهتم بيه في غياب والدتها. بس ما كانش في دماغها إنها تكون شيف ولا تحترف الطبخ. وهي عندها 18 سنة دخلت الفن وشاركت في أول عمل ليها مسلسل حمزة وبناته الخمسة في 2001، والسهرة التلفزيونية حبيبة والحقيقة والسراب 2003، وينابيع العشق في 2005، ومسلسل الحب بعد المداولة في 2006. ومن بعدها عظيمة اختفت تماما، ورغم إنها أثبتت جدارة في تمثيلها والأدوار اللي قدمتها، وكانت في بدايتها الفنية وشاركت مع كبار الفنانين والمخرجين، ولو حد تاني كان مسك في الفرصة بإيد واسنانه، ولكن هي اعتزلت الفن وممثلتش تاني. ظروفها العائلية وقتها ما كانتش تسمح، وخاصة بعد تعب والدها. عظيمة قالت إن كل مجال فيه السهل والصعب والحلو والوحش، والمجال الفني ما أبهرهاش، وحست إنه مش مكانها ومش عايزة تستمر فيه. كان والدها بيخاف عليها جدا وروحهم في بعض، وكان بيروح معاها اللوكيشن التصوير ويستناها لما تخلص تصوير، فلما تعب كان لازم تردله ولو حاجة واحدة من اللي عملها، فقررت إنها تتفرغ له وتهتم بيه وبصحته وقت تعبه، علشان كده سابت الفن. باباها فارق الحياة وهي اتجوزت وخلفت بنت وولد، أصيلة وياسين، واتحجبت وبرضه ما رجعتش للفن تاني، ولا ظهرت لحد من كام سنة كده ظهرت تاني كشيف عظيمة حمدي، والكل اتفاجئ بظهورها بعد السنين دي، ولكن سبحان الله بنفس الملامح الجميلة اللي ظهرت بيها زمان، وقدمت فقرات مطبخ في برامج مشهورة، وبقى ليها برامج خاصة بيها زي مطبخ عظيمة على قناة المحور وكمان قناة الأهلي، فهي أهلوية جدا. طبعا هي دخلت المجال عن موهبة مع دراسة، فهي خريجة سياحة وفنادق، وخدت كورسات كتير في التغذية للي عندهم تعب السكر والكانسر والرياضيين كمان. ومؤخرا بتظهر مع بنتها في فيديوهات على التيك توك، وبتشارك الجمهور وصفاتها وكمان خروجتها في المطاعم. ورغم ان شيفات كتير ليهم مطاعم ومشاريع، ولكن هي رفضت تفتح مطعم، وقالت لو فتحت مشروع هخسر، انا عايزة اعمل حاجة تعيش ويفتكروني بيها زي ما عملت كده وافيدهم.